وبدأت المؤامرة والتخلص من التوأم إبراهيم وحسام. مجلس إدارة النادي المصري مبيت النية للكابتن حسام وإبراهيم للتخلص منهم نهائيا، زي ما يكون كانوا جايبين الكابتن حسام وإبراهيم علشان يرضوا جمهور بورسعيد، يرضوا بس جمهور بورسعيد، إنما النية مبيتة إن هو في أي لحظة هيتخلصوا من التوأم إبراهيم وحسام. مجلس الإدارة مستعجل، ورانا ماتش بعد بكرة في الكاس، مستعجل وأقال إبراهيم وحسام عشان نتغلب في كاس مصر، وجاي كمان كاس الرابطة، هنطلع كمان من كاس الرابطة، والدوري الحمد لله اللي احنا عندنا 36 نقطة، يعني محتاجين نقطتين ونقعد في الدوري. فمجلس الإدارة قال لك احنا نوفر فلوس إبراهيم وحسام ونجيب أي مدرب اهو يقضي الليلة وخلاص، واحنا محتاجين نقطتين علشان نقعد في الدوري. تفكير سيء من مجلس إدارة النادي المصري، لأن إبراهيم وحسام كان هيبنوا فرقة جامدة للسنة الجاية، بدليل اللي هم طلعوا ناشئين، واحنا شفنا مباراة أسوان الخمس ناشئين اللي هم لعبوا، الخمس ناشئين اللي هم لعبوا عملوا مباراة كويسة مش وحشة، فحسام كان بيجهز للسنة الجاية. إنما مجلس الإدارة حجته إن الكابتن إبراهيم وحسام قال إيه شتم الإدارة، وكلام غير صحيح جدا. الكابتن حسام بيغير على الفرقة، لما اتغلبنا مباراة أسوان شد اللعيبة وليه حق، وأي مدرب، وحتى لو مش مدرب، إنك تتغلب من فرقة أسوان 3-1 دي مهزلة في الشوط الأول، وجايب جول في الشوط الأول. فطلع الكابتن حسام شد اللعيبة، وده المفروض اللي يحصل، لأن الكابتن حسام بيغير على النادي المصري وبيغير على بورسعيد. ازاي اللي احنا نتغلب من الفرقة دي؟ مجلس الإدارة مش عاجبه، أما أنا عاوز يعمل إيه؟ يطبطب على اللعيبة؟ ياخدهم بالحضن؟ برافو؟ لا، لازم يشد عليهم. واللي طلع الكابتن إبراهيم حسن يغلب على المباراة ده شيء سليم.